تصدقوا تأمنوا بالله انا لا هغني ولا هسمع اغاني تاني. طب اما انت مش هتغني مين اللي هيغني؟ انا ولا الواد موسكو؟ موسكو؟ هو الكابتن اسمه موسكو؟ وانا اقول الدنيا برد ليه؟ اصل اتولد في المانيا. طب انا عايز اقول لك على حاجه. قول. تصدق وتؤمن بالله لا اله الا الله. انا مش عمرو دياب. تصدق انت وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انت لو مع عمرو دياب انا اقطعك دلوقتي. عودوني عليك احبك. اهو يا اخوانا دياب اهو. دياب اهو. ومرحبا واليوم رجعنا لكم فيديو جديد. كم لبثنا؟ والله لبثنا طويلا. اخر فيديو نزل على القناه من اسبوعين، ولكن توقف الدولي هاي هي الحجه الوحيده اللي فيني اقول لكم اياها حاليا، والدنيا رمضان فمشوها. تقبل الله طاعاتكم، فتنا بالعشر الاواخر، الله يتقبل منا ومنكم الطاعات. اما بالنسبه لمباراه اليوم فالمباراه بتيجينا بين متصدر الليغا وبين رابع الليغا. نعم عزيزي المشاهد، اتلتيكو بالباو باخر فتره عم يرتفع بالترتيب وما حداش حاس عليه، ولكن اتلتيكو مدريد هبط واجانا الرابع الجديد واللي هو اتلتيكو بالباو اللي هو واحد من اطراف نهائي كاس الملك لهذا الموسم، واللي حيتوج فيها على الاغلب لانه خصمه هو الخصم الضعيف والخصم السهل ريال مايوركا. اما بالنسبه لريال مدريد فهي مباراته الاخيره قبل ان يواجه مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا. المواجهه اللي سيتي بينطرها، المواجهه اللي الريال بينطرها، وما بنعرفش مين بده ينتقم من مين، ولكن اللي بنعرفه انه هذا جول. اللي بنعرفه انه هذا جول، والله اذا بنعرفه اللي هذا جول. يا عفو الله يا رودريجو. معلم انتوا انتبهوا، كل ما فينيسيوس بيغيب ورودريجو بياخذ راحته على الناحيه اليسار بفرجينا هيك جوال. ارجعوا بالذاكره شوي وشوفوا لما غاب فينيسيوس للاصابه شو عمل رودريجو على هاي الناحيه. خلص خلصت المقدمه بتخلص وقت ما يفوت جول، ورودريجو قام بالواجب. شوف رودريجو خلص بس خلينا مع الفيديو. شو بدي احكي لكم؟ لباس الريال الجديد حلو. الملعب حلو، الجول حلو كثير. الجول بالنسبه للجول حلو كثير يا رودريجو. هذا ماركه مسجله لرودريجو في غياب فينيسيوس. هذا لو فينيسيوس موجود ما بيسجلوش. وبس خلونا مع الفيديو. كنا فايتين ومنين النفس يعني بتعثر مدريد، في قادمون من الخلف يعني، بس يعني عم نحاول احنا، ولكن يعني الريال كمان يشدوا حيلهم معنا شوي. 4 قدام سلتا فيجو، 4 قدام اوساسونا، وهسه عم نشوفهم متقدمين على اتلتيكو بالباو باول 10 دقائق. يعني تعثر من هون تعثر من هناك مشان نفوت على الكلاسيكو شو ند بند. شوف لحظة شوف بس مل عليك. اوه يا دياز، يلا ضربنا عين والله ما بينضرب بعين. هذا طلع محصنينه. محصنينه قبل ما ينزل. ما اشتقتوا لابو عمير؟ قولوا الحقيقه. بعرف حاليا انت يا عزيزي المشاهد عم تقول مين انت اصلا، انت اشتاق لك، ولكن يا عزيزي المشاهد كون قلبك معلم ابيض، يكون قلبك صادق. قل لي يا ابو عمير اشتقت لك، عادي عبر عن مشاعرك، عبر عن مشاعرك. والله صراحة هالرمضان عم يبلش أول بأول إنه يعني رمضان يصير ما بيشبهش رمضان كثير، ما بعرفش ليش. مش معقول يعني ترجعوا الساعة كمان، تكون امبارح بيأذن على الساعة 7 اليوم يصير بيأذن على الساعة 8 يعني. ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. الناس المسؤولة عن تقديم الساعة لا عادش تقدموها بدون ما تستشيروني، يعني ما حداش استشارني، يعني ما صوتش، ما قلتش أني موافق. كان عم يأذن على 7، ليش صار يأذن على 8؟ مش منطق، عرفت شلون؟ طبعا هذا الشهر بالنسبة لريال مدريد وبالنسبة لبرشلونة هو شهر الحسم، حكم انه برشلونة وريال مدريد حيلعبوا مباراتين الذهاب والاياب دوري الابطال، مواجهات باريس والسيتي في كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. اتوقع الدوري محسوم خاصة بهالنتيجة، يعني اذا اليوم الريال بيطلع فائز خلص مبروك عليهم الدوري. قال شباب لايك لعمر يضرب لنا الشباب عين. يا زلمه قلت لك محصنين، لعيبتكم محصنين لا تخشى شيء. صاروا ضد العين معلم لعيبه ريال مدريد. عم بحاول صدقوني من اول الموسم واني احاول، مش عم تزبط. حياخذوا الدوري بالاخير والله يا شباب. حاولت انا، عملت اللي علي. هذا الدوري مستحق لريال مدريد. يعني بتطلع على قائمة الهدافين تبعين الدوري دغري بتشوف بيلينغهام، فينيسيوس، رودريجو. وهاي غير الغيابات طبعا. على دكة البدلاء في ميليتاو اللي صار لنا من العصر الحجري ما شفناه لانه اكل رباط صليبي باول الموسم. هذا غير كورتوا اللي اكل صليبي بداية الموسم. هذا غير ألابا. هاي غير الغيابات اللي كانت لشهر وشهرين بين الشباب. ريال مدريد تكيف مع اي غياب لاي لاعب بأي خط هذا الموسم بدون ما نفوت إلى اللغط التحكيمي في الدوري، لأنه كان في مباريات الريال يستفيد فيها من التحكيم، وكان في مباريات الريال ينظلم فيها بالتحكيم. نفس الاشي برشلونة. معلم الدوري يعني هسه إذا بالأخير الواحد بيخسر الدوري طيب. طيب وال38 مباراة اللي لعبناها، طيب والموسم كامل اللي صارنا عم نركض ورا الطابة فيه، شو وضعه هذا؟ هيك راح.
ضاعت. والله ضاعت. طيب اتلتيك بالباو شو رايكم تهجموا حبيباتي؟ شو رايكم انه صار مارق على المباراه 44 دقيقه وانتم بعدكم شوط على الجول ما شطوا؟ لحد الان 4 فرص لريال مدريد، 0 لاتلتيك بالباو، 0. يا زلمه يا فالفيردي، انت وتكتيكك، يا الله شو بكرهه للمدرب، يا الله شو بكرهه له المدرب، يا الله شو بكرهه له المدرب. البرازيلي راح مرر كرة سلك في البق، السلك البرازيلي راح مرر كرة إلى حظي يلعن ام الحظ يا الله. هاي شلون وصلت؟ هاي شلون؟ لا صدقا هاي شلون وصلت؟ شبح ولا لاعب كان لاعب اتلتيك بالباو؟ يلا يا بالباو، يلا يا بالباو ولعوها بجول. يمين 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 يمين. والثاني خذ. والثاني معلم، الريال بيخدر لك المباراة، الريال بيخدر المباراة. وقت ما طمع اتلتيك بالباو انه ممكن يرجعوا بالمباراة، جام رودريجو بالثاني معلم. يلا مبروك، مبروك الدوري. مبروك الدوري. يعني كان بدنا يكون في حماس شو كان اسمه الكلاسيكو، نفوت ند بند يعني راس براس، عرفت شلون؟ مش بفرق 10 نقاط ولا شو 10 نقاط، 8 نقاط، 8 ولا 9، هي فرقت. وهاي كانت واحدة من اصعب المباريات امام ريال مدريد. ايه ده المجتمع ده. وين؟ طيب رودريجو اللي سجل فيكم الاول مش حاطين له مراقبة؟ يعني اللي سجل فيكم الاول، منطق يا ربي منطق. الله عادي. يلا مبروك يا الغريب، مبروك، افرحوا مثل ما فرحنا احنا امبارح، مع انه كانت فينا تكون غير ال1-0، بس ما بعرفش ليش هيك برشلونة. الحارس كان مطرود من دقيقة 20 وما عرفوا يسجلوا غير جول واحد، ولكن الحمد لله فزنا. والله غياب فينيسيوس هو اكبر خدمة ممكن تقدمها لرودريجو. رودريجو على اليمين غير رودريجو على اليسار، رودريجو على اليمين غير رودريجو على اليسار. رودريجو على اليسار هذا محله، يعني مركزه هو مركز فينيسيوس. يعني ما معنى انه رودريجو كل ما اجى على هذا المركز يسجل واهداف بكل الطرق، معناها انه هذا مركزه مش مركز المحل الثاني. ولكن لما يكون عندك فينيسيوس يعني بدك تقعده دكه كمان مش منطق. يا زلمه يعني شلون بدي اقول لك، سلكت. والله سلكت، سجلوا. والهاتريك وين خليك بعد في ثالث. بلش انشيلوتي يخبي الاسلحه معلم، بلش انشيلوتي شو يخبي الاسلحه. وراه طلعه على انجلترا معلم، وراه طلعه على الاراضي الانجليزيه. وعامل مبدئيا ابو عمير وروديجر خوي. يعني مشان نحق الحق، بما انه طلعوا عليه اتهامات ارهاب وما ارهاب فقط لانه نزل صوره وهو لابس القلابيه. تعال لهون، ما تمشي لو ابوك اللواء. ابن العم روديجر هو صحيح غلط غلطه بكاس العالم، ولكن جل من لا يخطئ وجل من لا يسهو. عادي بتمرق يا روديجر. وبعدين مطلق اللحى معلم، ما شاء الله، يمكن يكون صايم كمان وفطران قبل ما ينزل. يا روديجر، اذا غاب بنزيما هنالك روديجر يا عزيزي الغريمي. اذا غاب بنزيما في رمضان فلديك روديجر، فلا تخشى شيء واذهب الى مانشستر. الله يكون بعونك. انت اذهب وبعدين نخابرك فيما بعد. ما نبي نلعب. دخولها مش مثل خروجها مانشستر، ولكن تنشوف. ميليتاو يتجهز للدخول. تخيل عزيزي المشاهد حاليا شو ما تطلعش الطابة برا وما يتبدلش. صار له تقريبا 8 شهور غايب يا معلم. تخيل لما يجي بده يفوت طابة قال ما تطلعش لبرا. ويظل واقف على الخط. لسخرية القدر يا ميليتاو اذا صارت. عم يقول له طلع الطابة. انشيلوتي قال للونين طلع الطابة يا زلمة. مش حلوة بحقه لميليتاو، مش حلوة بحقه، بدنا نفوته تحييش الجماهير شوي، يرجع للأجواء شوي. الله عليك يا انشيلوتي. والله لو ما كان عاملها يمكن 90% كانت الطابة ما طلعت. طيب اعطوه الطابة. يشارك معكم. رجع له الطابة. مثل لما تنزل ابن خالتك يا معلم. تلعبوا معكم. يلا خالصة معلم، خالصة. مبروك خالص، وانتهى الدرس يا سادة يا كرام. مبروك. كانت صراحة واحدة من اصعب المباريات الباقية لريال مدريد. بعد عنده كلاسيكو وفيا ريال او ريال بيتيس وريال سوسيداد، مش كثير صعبات الا الكلاسيكو طبعا. حيعانوا، حننزع لهم فرحة الدوري في الكلاسيكو، ولكن اتوقع الدوري لن يخرج من اسوار هذه القلعة البيضاء. وبس هيك نكون وصلنا نهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك، اشتركوا بالقناة اذا ما كنت مشترك، واذا كنت مشترك ومفعل جرس التنبيهات فعلوا. ونشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمة، وسلام. حاليا بنرجع كمان لقطعة ثانية، بحكم انه شو الدوري الاسباني حتوقف 10 ايام، وبنشوفكم ان شاء الله بدوري ابطال اوروبا. من قطعة لقطعة احنا معلم. قاعد على سويتشتي وغابت شمسي وما جيتي.
ريت تشبع